قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نقول لكم واحد الحاجه بصراحه. الا كنتي داخل دابا كتقلب على شي خطه سحريه ولا شي طريقه تخليك تربح الفلوس بسرعه وبلا ما تعيا وبلا ما تتعلم وبلا ما تصبر، فالافضل انك تسد الفيديو دابا، حيت المحتوى اللي غادي نهضر عليه اليوم ماشي ديال الاحلام الوهميه ولا الخيال العلمي، وماشي ديال جيب هاتف وربح مليون في النهار. هذا الفيديو راه موجه للناس اللي باغيين يبينوا راسهم بصح وباغيين يتبعوا خطوات خطوه بخطوه وبالصبر، للناس اللي عارفين باللي النجاح كيحتاج للوقت والتعلم والانضباط والصبر. الا كنتي من هذا النوع فمرحبا بك وخليك معايا حتى الاخر، حيت غادي نشارك معاك واحد من اقوى البيزنس والموديلات اللي يقدر اي شاب او شابه يبداو بهم اليوم، وحتى الا ما عندكش راس المال اللي هو كبير. قبل من هادشي كامل ما تنساش دير سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك كل محتوى جديد، حيت الفتره اللي جايه غادي نركزوا بزاف على الربح من الانترنت الديجيتال، سواء الماركتينغ ولا المهارات اللي ولات مطلوبين بقوه في السوق. دابا خليني نسولك واحد السؤال اللي مهم وضروري خصني نطرحه عليك: واش عمرك حسيتي براسك دايخ وتالف، عندك الطموح وعندك الرغبه باش تبدل الحياه ديالك، ولكن ما عارفش شنو هو الطريق الصحيح؟ كتشوف الناس الانستغرام والتيك توك كينجحوا وكيهضروا على الفلوس الحريه الماليه والمشاريع والسفر، ولكن في الداخل ديالك كتقول واش هادشي بصح؟ واش حتى انا نقدر نوصل ونقدر نمشي في هادشي؟ وهذا التفكير راه طبيعي بزاف، اي انسان طبيعي كيفكر هكا، كيكون عنده واحد الطموح اللي هو نورمال، حيت حنا تربينا على واحد الفكره معينه: قرا وجيب دبلوم ومن بعد قلب على خدمه اللي مستقره. ولكن المشكل هو ان العالم راه تبدل بسرعه كبيره. اليوم الانترنت راه فتح الابواب ديالو اللي ما كانتش موجوده من قبل، ودابا تقدر تكون جالس في داركم في المغرب وتخدم مع ناس من دول اجنبيه مختلفه، وتقدر تبني خدمه كامله غير من البيسي ديالك، ويكفي ان يكون عندك انترنت ومهاره اللي عندها قيمه. اكبر غلط كيديروا بزاف ديال الناس وبزاف ديال الشباب هو انهم كيبقاو غير كيتفرجوا باش يديروا وما تيديروا والو، كيستهلكوا المحتوى يوميا، كيدلوا طالعين هابطين في لي شورت وفي لي فيديو، كيشوفوا فيديوهات تحفيزيه، كيجمعوا المعلومات وكيسجلوهم، ولكن عمرهم ما طبقوا حتى شي حاجه. انا بنفسي كنت هكا، كانت عندي فتره حسيت فيها براسي ضايعه بزاف، كنت كنفكر في الخدمه المستقبل الفلوس والضغط ديال الحياه، وكل نهار كنقول غدا غنبدا وغدا غنتعلم، غدا غادي نبدل حياتي، ولكن والو حتى شي حاجه ما تبدلات. حتى وصل واحد الوقت اللي فهمت باللي المشكل ماشي في قله الفرص، المشكل هو انني كنت كنستهلك اكثر ما كنطبق، وتما كتضيع الوقت ديالك. ومن تما بديت كنتعلم المهارات الرقميه وحده بوحده، ولكن هذا الشيء خصو فقط مسألة وقت وصبر. تعلمت المونتاج، تعلمت كيفاش نصنع المحتوى، تعلمت التسويق الرقمي، وتعلمت كيفاش نجيب العملاء، تعلمت أهم حاجة هي كيفاش نحل المشاكل ديال الناس مقابل الفلوس. ومن بعد مدة بديت كنشوف النتائج بالتدرج، ماشي بسرعة وماشي بطريقة سهلة، ولكن النتائج بدات كتبان. ودابا غادي نهضر معكم على واحد المجال اللي كنشوف انه من افضل المجالات للمبتدئين، اللي هو الديجيتال اجنسي والدروب سيرفيسينغ. شنو كنعنيو بالدروب سيرفيسينغ؟ الفكره راه بسيطه بزاف، انت كتبيع خدمه لواحد الكليون، ولكن ماشي ضروري تكون انت اللي كتقوم بالخدمه بنفسك، ماشي ضروري انك انت اللي تخدم هذيك الخدمه. يعني مثلا الا كيجيك واحد عنده مشروع ومحتاج للمونتاج ديال الفيديوهات القصار للسوشيال ميديا ديالو اللي هو ما كيعرفش ليها وما عندوش درايه بالمحتوى الرقمي، انت كتفاهم معاه على الثمن، ومن بعد كتلقى فريلانسر محترف كيدير الخدمه بثمن قل. والفرق بين الاثمنه بجوجهم كيكون هو الربح ديالك، يعني الدور الحقيقي ديالك هو تجيب العملاء، تبني البراند ديالك،
تسوق لهذيك الخدمه وتتابع الجوده ديالها، تنظم الخدمه كامله. والتنفيذ يقدر يديروه ناس محترفين من اي بلاصه في العالم، يعني انت كتكون الانترميديار. والحاجه اللي زوينه في هذا البيزنس هو انه مناسب بزاف لواحد مبتدئ، يعني ما كيحتاجش راس المال اللي كبير، وما كتحتاجش مكتب اللي فاخر وزوين باش يشوفوا الناس، ما كتحتاجش معدات اللي خياليين، غير البيسي والتليفون ديالك وكذلك الانترنت اللي هو اساسي يقدروا يبداو معاك الرحله ديالك. وزيد عليها ان السوق دابا محتاج للخدمات الرقميه اكثر من اي وقت فات، ومن هنا لقدام غتزيد النسبه ديال الاحتياج ديالو. اي بيزنس اليوم راه خصو فيديوهات قصار، خصو اعلانات، خصو تصميم، خصو السوشيال ميديا، خصو محتوى، وكذلك مواقع الكترونيه. يعني الطلب راه موجود بقوه، وعام على عام كيزيد يقوى. ومن اكثر الخدمات اللي عليها الطلب حاليا فالمونتاج ديال الريلز والتيك توك والشورتس هما المطلوبين حاليا بزاف. وكاين حتى اداره الاعلانات اللي مموله، تصميم مواقع، والكتابه ديال لي سكريبت. ونزيدوا عليها صناعه محتوى جي واداره صفحات الانستغرام والتيك توك. خصك تفهم واحد الحاجه مهمه، هذا المجال راه ماشي سهل كيف ما الناس كيقولوا ليك وكيبيعوك المعلومه. راه كاين اللي كيخليك تحس انك غادي تربح الالاف ديال الدولارات من اول اسبوع، والواقع مختلف بزاف على هادشي كامل، وما كاين منه حتى شي حاجه. واي مجال فيه المنافسه، اي مشروع عنده الضغط ديالو، واي خدمه كتلقى فيها المشاكل. ولكن الفرق هو ان هذا المجال عنده واحد الامكانيات كبيره بزاف لاي واحد صابر ومستعد يتعلم، وغادي يعطيه بزاف. واكبر ميزه فيه انك كتقدر تبدا صغير وتكبر مع الوقت. يمكن اليوم تبدا بكليون واحد، من بعد جوج، وكل شيء كيبدا بخطوه صغيره. دابا عندك جوج اختيارات، اما تبقى كتفرج في الناس وتقول نهار من نهارات غادي نبدا، او تبدا من دابا. وحتى الا بديتي تقدر تبدا بخطوه بسيطه وتدخل السوق وتتعلم من التجربه. لانه بصراحه افضل وقت كان خاصك تبدا فيه هو البارح، وثاني افضل وقت هو دابا. وفي الاخير بغيت نقول لك الفلوس في الانترنت راه ماشي كذبه، ولكن حتى هي ماشي لعبه. الناس اللي وصلوا لنتائج محترمه راه تعبوا على راسهم، تعلموا، غلطوا وصبروا بزاف، وحتى انت تقدر توصل. ولكن خاصك تبقى مستمر وما تسناش النتائج تجي دقه واحده. يمكن هذا الفيديو يكون اول خطوه حقيقيه في هذه الرحله ديالك. المهم الفيديو ديالي هنا راه سهله. الى عجبك المحتوى وبان لك انك استفدتي، ما تنساش لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم.